الشمس الرازقة في شبه والخدات والقرآن الأخيار حلاشا رحمة ودورخة وملكون آوى ومروخة قدشان عظيم فنكون اسمار شويخا ربكم روسيا رامو عن يدي قارخ وبما تخنت العزيز وتتخباك ونبتخم خسيانا دقارا زفاك رمشك شوخا خلان عماك وعن قرعيداك عمل بيدك روان هلاني وربوات الاسرار انضراب مناخ شمشاني بركينا وسخينا وموردينا ومشفينا القرعة دماء خون آوى موروخ القدشان عظيم شوخا والأمرا والروخ القدشان أرضك وسبع صنوطرا زاوية البركات من بيت لعدران ومات فقا نارا ولهان ريخا نياب وسيموت الخباق ونهران نوشاكا بضعف الأشرار نجم قبل الدنيا خفي وأخمر شمية تم نوديلاخ وانشق خدلاشا وبعيداخ خلل تمنية قنوضرانين وكل طوين دد مروار يدخل آوى ومروخ القدشان علمين بشمس غيبة ومشبخة دديثة يوثى مشبختة نتبرخون باسم آل نسيمين اللقارخ ونيو الخوسايا برويد عقارب السيمين وجهي رومي هني إمارة خضل هوا ومروخ القدشان علمين شيخا واسمخ ملكوث وقبل تشمش طيب ودخلان العلمين لا خمارة ولا موكينة لا خيشان شيخا مشكفينة دتم نخمان فقرين والتبان وفتنا وشكان لا خمارة ولا موكينة لا خيشان شيخا مشكفينة دتم نخمان فقرين والتبان وفتنا وشكان شوخنا والأورى والروخة قدشة من عالم وذم العالم من ومن لا خمارة ولا موتنا لا خيشان شيخا شقينا دتم نخمان فقرين التمار شريريت منخمان فغرين والدبارو قاطا ودنوشاثان ومنطرانا منات خيين ولخمار خياوينان نودي ونزغود ونشب
شبك خل عدا ما ندخل العلمين. أنهر لنمارا ولهان زوعت خوشا وإن مصاق مستكال وشمع النية بقدانك مخيان ولهاية أولا الطيبوثاخ وورخ ميق نقطف منون يثرانا خبا وصورة وفرقانة خاشق النوش والفغرة نزمر لخشوخة من أدلاشا وابخل عدا ما بدخول أوا وورا وروخة خدشان عالمين. شيخا ختم بيوتبان قديشا ناظرنا زيدا شفتا دخلون إليه صيتين الله. أفتي داخل خشقة ومشخلة دمشيخة بشيكم تقبل إن آخر خزنة فولو نرختا وين شمه بديوخة بكلاية مضوخة مضيقنا ومنطوية مضغة بيمانوثة دون كاليب وبهجمتي ليتم بشياشة من داني القيامة نذربودا قام خسافة الإطلاقة داني والخير يوخة وأي من علىها مش غيولتهم علىهم لم هيمون يخشي هيمتيتم بمشيخة إن أتقى داني قبليتم خشة وخبليتم أرضنا أرض خزيرة خبيلي وهدية بشمعيتم بالدين أدخل نتلفني والتطلب بمشيخة ومنواثة بنبوة خبة وإن شاركوث الروخة بمقمقتها ورفة تمم خاذوثي تخخي الهاولة وخفضا وفذكرنا وخفوشا ومندي بيقوثا يبخبنا باطيل له ذيتو إن المكيخوثا تخيل كلنا شالخورة أخبسطاي منه شالخاشا ولنا شاخ الخمد جانا أختي إن كلنا شاء الخورة وآخر شوم جاناكم آيدب شمشيخة أو كذي وقدامات لها أعرفش بالنار خطبتها إلى صلمة لها إلى جانب وصلة قدامات دريش كل ولا قدامات البنيناشة وكشلة مشخة بيقوثها أخبر ماشا ومكيب لجانب ومسيطة هالموثة أو إلى موثة السقيطة وديا أطلع لها رابط ويقول لي شمان بصفاين كل شمانه شمديشو كل كجابة مشمية وطالعة وتلتخ نارها وكل شارع موضع مريا ليشو شيخة خطرت علىها بابا شوخة شيخة نورد علمة وخيد كون العلمين
خكي من ابن موسخ ونار زوان بيداثخ وقدشنا وشاثا بشرارخ وهولا بنوي مطميسان المليك وقامورك وقدانك خل عدن ما تدخل العالمين. الرائحة العطرة التي فاحت منك يا رب حينما سكبت مريم الخاطئة الزيت الطيب على رأسك، هو سيختلط بهذا البخور الذي نضعه لمجدك وغفران ذنوبنا وخطايانا يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. من عالم وعدم العالم من ومن هنا إيمد آث برون بناشة خقرة وكل ما لاخي قديشة منه هيكها بدياتو على ترونس تشوخه وبتبيشك فيش قاموا كل طايفة بتبارشنو الخا من دوخينا أخرعيا تبارش إربة من قذية وبدمكل الإروة من يمينه والقذية من سماله إيجها بتآمر ملكة الآند من يمينه تيمون بريخة بابي روث ملكوثة هدرتي لألوخن من شاريت دعلمة سبب دك مني ويولوخن إلي إخالة وصهيلي ومشتيلوخن إلي نخرايا ويلي وقم جميتن لي شلخايا ويلي وقم كاسيتن لي كريها ويلي وثيلوخن السخبرتي وبيثد أسير ويلي وثيلوخن كسلي إيجها بد أمري إلي آني زديقه مارا إيما غزيلا إلوخ دكبيني وتقم مخلخلخ ينصهيا ومشتيلا إلوخ وإيما قم خازخلخ نخرايا وكبشلا ينشو الخايا وكسيلا إلوخ وإيما غزيلا إلوخ مريا ينبث أسير وثيلا الكسلخ يولي جواب ملكة ومر إلي تروست بماري ون إلوخن دكماد ودلوخن لخا من أن أخنواتي زورة اللي ودلوخن ومر الآند من سماله سيم مني ليطل نور العالم
اودم هدري للساطانة والملاخو سبب دك مني ولا يولوخن اللي إيخالا وصهيلي ولا مشتيلوخن اللي نخرايا ويلي ولاقم جميت لي وشو الخاين ولاقم كاسيت لي مريا ويلي وبث أسيرة ولا تيلوخن السغبرتي إيجها بدياوي كونايا أبآني وبد أمري مارن مغزيلا إلو خكبينا ين صهيا ين نخرايا ين شلخايا ين كريها ين بث أسيرة ولا ودلن إلو خلمت إيجها بدياوي الجواب وبد آمر تروس بيماري ون اللوخن دكماد لا ودلوخن لخا من دن خنواتي زوري أب اللي لا ودلوخن وبد آزي آني الجنجارد العالم وزديق الخيد العالم وشوخا لا لا أم شوخا تقدمتهم أخنواتا وخثواتا عزيزة بيشا مقروتا أيدي وقتا ألهيتا وصلوتا التشمشتا انبدل كل عنيذة بشلون مشونية من دوا علمة سبب فاجعة قرتا دويلة قمذيت بغداد من هدخة منطن قالوخن تعازي قد يشوث باطر يركض ايتان قدشتا ايتا تقتد مدنخا مرقي ورقس ثليثايا يونا شقال لبا من كل ناشد مرقيتا ومن كل خنواتا وخفاتا وإيتاتا قديشة أبسقوطا ميقرا مارشم عن دانيل شقيلة لخا قرار آون والله ند إيتا وقديشة باطر يركا بيشي مقر ورازة قديشة وصلوات إديون يوما قو إيتا اتقتد مدنخا وكل علمة بسبب أي مناسبة بدل جناثة دنت بشلي مشوني أخ سهذة دهيمانوثة الملكوث دشمية وبهاوينا خكليت التضامن من دآني دي مصابين قو مستشفيات تلخوا بكل دكانة وبدل آني دي مسكر هالإديومة لا يذخ مصير ديهن مودلة ودخد يذخ من دي دويلة إيوخا قدشة رابا قورا وخا شولد عولة وبيشة اللي دخنواتا وخثواتا قهيمانوثا تخوروا بصلواتوخن كل عنيذة التشلي مشونية بسبب أي أزمة قرتا فخلطة من نوخن راح مكرزن إديو قول الشانة عربايا دخاتر دانا لدن يرختا برخة ساعة قرق مقر وخلص صلوثا ورابا مشو تبلى منن سيعات الزمارة وخنواتا دي لأثية من دكان رخقة ألا ناطروخن أحبائي نقرب ثمار هذه الذبيحة الإلهية من أجل راحة أنفس كل إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا الذين رقدوا على رجاء القيامة بسبب الشر الكبير الذي أصاب مدينة بغداد خلال الأيام المنصرمة. هذا الشر أدى إلى إعلان شعب الله انتماء الحقيقي إلى جسد الكنيسة وإلى عمل يسوع الخلاصي، الإيمان الثابت الغير المتزعزع الذي يعطي الصورة الحقيقية لشهادة حقيقية لإيمان كنيسة المشرق الحقيقي التي تأسست على دماء الشهداء ولا زالت القوافل تنطلق إلى الملكوت سنة بعد سنة يوما بعد يوم. جاءت التوجيهات والتعازي والصلوات من قداسة أبينا البطريرك مرقي ورقس الثالث يونان وكل رؤساء الأبرشيات وبصورة خاصة مار شمعون دانيال أسقف أبرشيتنا المبارك أن تقام الصلوات في الأبرشية وفي كل كنائس الكنيسة الشرقية القديمة حول العالم من أجل التضامن في هذه الفاجعة الكبيرة التي أصابت بلدنا وبصورة خاصة أصابت شعبنا المسيحي في بغداد الجريحة. نصلي ونذكر في هذا القداس
كل الإخوة والأخوات المتطوعين من المنظمات والمساهمين في الاتحادات الخاصة بالطلبة وغيرهم المتطوعين منذ اللحظة الأولى لإغاثة إخوتهم وأخواتهم في مستشفيات الموصل، قرقوش، أربيل ودهوك وفي أماكن أخرى. توزعوا إخوتنا وأخواتنا في البلد من أجل إغاثتهم. صلوا واطلبوا بحرارة أحبائي من أجل أن يتماثلوا إلى الشفاء بعدما ابتليوا بجروح وإصابات بليغة، وكلنا على علم بحجم الفاجعة التي ابتلينا بها. هذه الفاجعة لن يكون تأثيرها فقط اليوم وغدا والسنة القادمة، بل ستمتد آثار هذه الجريمة في نفوس المؤمنين المسيحيين في بلدنا وفي المنطقة لسنين عديدة. لكن نحن أبناء القيامة، نحن أبناء الرجاء، نحن خلقنا وجبلنا بالحب، لا نحمل الضغين في قلوبنا، لكن نطالب بالعدالة من أجل أن يتحقق العدل من أجل هؤلاء المنكوبين. نطالب باسم المسيحيين ككل بأن تكون دماء أبناء هذا البلد تحمل قيمة في وجودها، وليس بهذا الرخص الذي وصل الحد بهم أن يدخلوا إلى الناس في أفراحهم وأحزانهم وصلواتهم. لم يتبقى شيء ولم يجربه الشرير وأعوانه في التنكيل بحق المسيحيين في هذا البلد. عندما كنا نصلي دخلوا إلى الكنائس، عندما كنا آمنين في أعمالنا وبيوتنا دخلوا إلينا وقتلونا وهجرونا، عندما كنا آمنين ومضيافين لهم غدروا بنا. الشر الذي يحملوه في قلوبهم، وأكيد أنا لا أقصد إخواننا في المواطنة، هناك أصابع وأيادي خبيثة وشريرة في هذا البلد منذ عشرات السنين تحاول اقتلاع الخير وزرع الشر بدلا منه. الخير الذي كنا نمثله نحن بالذات المسيحيين في مسيرتنا، لم نحاول ولن نكون أداة شر، كنا أدوات سلام، أدوات محبة، وأدوات خير باسم المسيح في هذا البلد. وانظروا إلى ماذا وصلت الأمور، مطرودون، مهمشون ومهجرون ومستشهدون باسم إيماننا، وبفخر نقول هذا الشيء. لكن إلى متى يستمر هذا المسلسل الذي يبدو أن حلقاته طويلة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالوجع، ممزوجة بالموت؟ هذا السؤال يحمله كل مسيحي حافظ على وجوده إلى اليوم في هذا البلد. حجم الفاجعة لن يتوقف أمام هذا الألم. الكثير من الناس يتساءلون: أنستمر في دفع الثمن أم نهاجر كما هاجر الآخرون؟ الكل أحرار في اختياراتهم، لكننا ملتزمون بإيماننا سواء كنا هنا في العراق أو في أي بلد آخر. ملتزمون لأننا متحدون بالرجاء مع المسيح ووعوده. اليوم عندما قرأنا هذا النص المبارك من الإنجيل المقدس سمعنا أن الملك الرب ينادي للناس الأبرار الذين قدموا خدمات جليلة باسم الإيمان إلى إخوته الصغار: تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. ويسرد: لأنني كنت جائعا فأطعمتموني، اليوم قمتم بهذا الواجب. غريبا أويتموني، في الأمس قمتم بهذا الواجب. مجروحا مصابا زرتموني، كنت غريبا فأويتموني من جديد، مريضا جئتم إلي. رغم أننا نسأل الرب إلى هذا اليوم: متى فعلنا ذلك يا رب؟ أو متى رأيناك كذلك؟ كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. بأمانة خلال الأيام الماضية والقلب يعتصر من الألم، قام العديد من الإخوة والأخوات في دهوك الحبيبة
بالعمل كمتطوعين، خلايا من الشباب والصبايا والكبار والصغار هرعوا إلى المستشفيات، ناس تقدم طعام وناس تقدم كسوة، وكنائس تفتح من أجل أن تكون ملاذ آمن للذين يخدمون المرضى. لو كنا نستطيع أن نستقبل هذه الحالات في قلوبنا وكنائسنا نقصر، لكن حجم الفاجعة كبير. أكثر الحالات التي وصلت إلى دهوك، وأنا أتحدث عن دهوك لأنني بالقرب من الناس المفجوعين، تتراوح نسبة الحروق أحبائي في هؤلاء الناس ما بين 70 و90%. هذه النسبة الكبيرة من الحروق تعد من أخطر الحالات. كيف يقاوم البعض إلى اليوم لا أدري، نعمة وبركة كبيرة، لكن بفضل جهات عديدة بدون مسمياتها استطعنا أن ننقل جميع المرضى إلى مستشفيات خاصة. وهنا دق علينا ناقوس الخطر، لأن في المستشفيات الخاصة الأجور بالغة جدا. راح تقولوا لي الرحمة، الحكومة، المنظمات تدعم الناس، بعد يومين ثلاثة أكثر شيء أسبوع راح يرجعون إلى حياتهم الطبيعية. فلذلك أريد من عندكم تفكرون في كيفية مساعدة هؤلاء المنكوبين بالمال، لأن اللغة التي يتكلمون بها خارجا هي لغة المال، وهو نفس المال الذي دفع الأشرار ليصنعوا هذا الشر بهؤلاء المساكين الذين قلبوا فرحهم إلى حزن طويل الأمد. المال الذي يدفع الإنسان ليجرح ويقتل أخيه الإنسان هو أداة بيد الشرير هذا المال، ويستعمله من أجل أن يقتل أخيه الإنسان. جاءتنا إلى دهوك 20 حالة، نساء أغلبهم وأطفال. نشكر الرب، حالتين هم بخير، وفقدنا 5 حالات كانوا إصاباتهم بليغة جدا. أرسلنا إلى تركيا 3 حالات بمساعدة الحكومة وبعض الجهات المعنية، وبقى العدد الآخر يقاسي العذاب والألم تحت رحمة من يقف على رأسهم. رحمة الله هي أكبر من أن تكون رحمتنا نحن البشر، لكننا نحن باسم ربنا متحدين كإخوة معهم لمساعدتهم. أسألكم أن تفكروا في كيفية مساعدتهم. لا أحب أن أذكر هذا الشيء. كل ليلة يرقد فيها المريض في المستشفيات الخاصة تتراوح الأجور فيها ما بين 1,200,000 إلى 1,400,000. من أين لنا هذه الأموال، أو من أين لهم هؤلاء المساكين أن يدفعوا هذه التكاليف؟ لكن للأمانة منذ اللحظة الأولى التي دخلوا فيها إلى المستشفيات الخاصة على الأقل نقول توقف مسلسل الموت، وهم يتماثلون إلى الشفاء، ونتمنى لهم الصحة والعافية قريبا وعاجلا لعودتهم إلى بيوتهم. بارك الرب بأبنائه، حفظكم أحبائي من كل سوء، وشفى بنعمته ولمسته كل المجروحين والمصابين والمتألمين. ونشكركم على حضوركم، ونتمنى بعد القداس وقفتكم التضامنية من خلال الصلاة التي ستقام من قبل جوقات كنائسنا، ومن خلال وقفة إيقاد الشموع بعد القداس التي سنرفعها صلاة تسبيح لاسم ربنا من أجل شهدائنا ومصابينا وكل المفقودين في فاجعة بغداد التي ألمت بقلوبنا. بنعمة ربنا بركة الرب تشملنا جميعا، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. لاخ مريا لاخ الفانا مث كشفنا نوشالينا شمل عمان طيبوث اخ واشبع بيدين مواوثاخ
ورخمي وخنانا دله ثاخني والخوسي خوبد عمخ والشوقان اخطايت خل عند مرعيثاخ دغويت لاخ الطيب وثاخ ورخمك وراخ بنينا شمامة خول أوا وروخ خدشان علمين واعطنا يا رب حنانك أن نرضيك جميعا مدى أيام حياتنا بأعمال البر الصالحة التي ترضي إرادتك المجيدة فنستحق بعون نعمتك أن نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. مدلش قيلة لمعمودي نزل من لم قبل لرشمة خيز مدلنا سولي صبري في بمريا فغريد مشيخة ودمي قيرة عالمذبخ وتشا ذفنفة ورخمفة كلا نثقاولي وعمال أخن يبولي قديش مريا نرفع الحمد لثالوثك المجيد كل حين المسيح الذي ذبح لأجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته ليقبل هذه الذبيحة من أيدينا بنعمته ورحمته إلى الأبد. بدانا خمارا بدانا خمارا ولها بدانا خمارا ولها متسيبين ومستدرين رازهالين شويخ وقديش ومخيان وألهاين عالمدد خمخسيان عدم الميتي تدمار ترتيزون من شمية ليشوخ أخو العدال العلمي شوخنا ولورا والروخة قدشا عالمذبح قدشا نهويل أخرانا دوثلتا مريم من ميدم شيخا
كادر سيسي لبواتا وداخل من تيراتا بشتا نشتوى نعون لقدش قد شرامة ومعليا دخيا ايد وزهيا ايد وقديش عيد نقوم قدامنا لبخط قديشة ونقر ولاد وخير وخلايا وللبيمان بالإشرارة هدين طاود لالم العالم وللعالم ناطر رغزي بيت من فطاهي وكل انساخ الوقت عطي صغر رب دم رحمن وثخ هوا وورا وروخت قدشان علمين بشرارة غير لك ولغا دوين صويد وثرايد المشوق اخطايت خلهون بنينا شام
خين ودميثين مثقار قربانا هانا نتقبل من اخطاي وتقدم بمدخل تضرب بوثق مرا بالبيق الياثا شيخا نشر من ليكون ونقبل بمسف وادخون ونخسخ او بمقطع يدخلون عينين صيتين الخون برخمار 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 أخاي صلى وعلي شيخان ايش مصطوى شيخان خبر قربانك شيخان زهق الوثاق والولاد شمية مصغير دي وفدات مقربات خلافيك وخلافين وخلف كل عام متساقي خير وتسكر طيبوك ورحم العالمين امين دو خباش الماء وويمان وزاد أشرارا نشمش المواوثاق دلواثان نسف لاخ تشبخ تويقار ودودي توصنثان هاشا وأخو الزوان والعالم علمين سلاما عن خون دشويت النار الطيب ذاخل طارخ ودمخ اخنش والغني وثبت اقدامك بيوم دين امين بشمس غيدة ومشخة دتني ثاي وثاق مشبخته نتبرحون باسم انسي من اللي طارخ والخسايا للعالمين استطب يا ربنا وإلهنا العطر الطيب الذي نقربه لك أمام مذبحك المقدس في هيكلك المجيد وليكن لمسرة اسمك القدوس ولغفران عبيدك ورعيتك أيها الآب والابن والروح القدوس
الأبد. شيخا خيلتم تعودوا صوياني بمينو طيبوا ثيد مرني شام شيخا وخبد لها وشوتك وتدروخة قدشة تهوي عن كل هاشا ووخل زوان والعالم علمين العين نهون مدعيكون قربانا لها مريكون مثقارا ومع الكروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين يقدم المؤمنون السجود لعظمته وكذقاعين ومشبخين تلا شلوى وقارين هان الهانا ومرين قديش 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 نصخت لو صيروا ثيد خيانا خلاشا رغم شبيعي طيبوثا وعلى باي كل نظرانيك طيب واثق الواثن نسق لاخ تشبخ تويقار وتوديث ونصغثنا هانشا ووخل زوان والعالم علمين
ما خير معه ديثا قدشته. وبخنا النار وبخنا النار وبخنا النار. مارا وبارو بني يشوع شيفا وناثي مار. ناثي مار روخة قديشة ونتنخ على القربانة هندعو ديك ونورخي ونقدشيو ونهويلا مار الخسيت خوبة والشوقان دخطاها والثورة رب دقيمتها من بثميثة والخي خاثب ملكوثة دشمية عم كل دشفر قداميك وعلى باي كل مدبرانوثا هادي ربثة وتمهت دلواتا نودي لاخ ونشبخة خدلا شلوة بعيد طريقة دد يقيرة دمشيخة قوم بفيخي وبيق الياثة قوم بفيخي وبيق الياثة كذ مسقينا تشبخ تويقارة وتوديثة وصغثة لشمخ خية وقديشة ومخيانة هاشا ووخل زوان والعالم علمين شيخ أشلام دعلاي وشينا رب التختاين بس مارا ولهان ريخ الطموثا والسريوثا بريخا النيان والسيموث تخباه خليل بيه من كثمة تدخطيثا رايا طاوة دنفق بوعاثا واشتغل بيثوثان وصاوت مثل يانوثان خساني خوبي واخطاهي أين انخذ يا دانا وخذ لا يا دانا الطيب وثاخ وورخميك برخمان 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 قروانا مارا ولهان مرخمان وذا الطيب وثاخ صدرا زيان شويخ وقديشه ومخيان ولا هاي كذلا شاوينا بشرانا مرينا شاوينا
المجد لاسمك القدوس أيها الرب يسوع المسيح، والسجود لعظمتك كل حين إلى الأبد. هذا هو الخبز الحي المحيي النازل من السماء، والواهب الحياة للعالم كله. آكلوه لا يموتون، ومتناولوه به يخلصون، ويتبررون ويحيون إلى الأبد. شوخ الأخمار، شوخ الأخمار، شوخ الأخمار، على بايم وثبت الوثن الدامس مل العالمين. آمين. قروينا مارب هيمان وثد اشرارا دشمخ الوثراز الين قديشه، وقاصنا بخنانا ورشمينا بمرخ مانوثاخ، بغري وذمت خبي وخمارني شوم شيخا بشمقاوة وورام وروخة قدش العلمين. يرسم الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح المحيي، باسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. مثل شم مغرق الديشة بدمم خسيان دمارني شوم شيخا شمقاوة وورا روخة قدش العلمين. إننا لخمة مريم لا خوف
أهلنا يا ربنا وإلهنا أن نقف أمامك دوما بلا عيب، بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي أعطيتها لنا برحمتك ندعوك كلنا سوية، وهكذا نقول: أبانا الذي في السماوات، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إن مرا ولهان بعينا من نخم إذ كشفين المرخبان الطيبوثاخ لا مار تعالى النسيون إلا بروق بصالا من بيشة وخيلة واثين مطول ديلاخي ملكوثة وخيلة وعشنا وقبروثة وشلطانة بشمية ورا هاشا وأخل زوان والعالم علمين شلاما عم خون قدشان قديش يا إبش الموثى بارك ما ربنا الخوري. تأملنا لهذا اليوم أحبائي ربما يكون مختلفا. اعتدنا أمام المذبح المقدس قبل المناولة أن نتأمل في كيفية تقديم ذاتنا للرب. اليوم راح نعكس الحدث والفاجعة الكبيرة اللي ألمت بقلوبنا جميعا من خلال كلمات الرب يسوع عندما وجه كلامه إلى الناس والتلاميذ بصورة خاصة في كيفية الاستعداد للمجيء الثاني للمسيح. إيماننا هو نفس الإيمان لكن مقسم على مرحلتين: قبول النعمة، الإيمان بالخلاص، ومن ثم القسم الثاني الاستعداد للمجيء الثاني للمسيح. طوبى للعبيد الذين متى ما جاء سيدهم وجدهم ساهرين. هذه كلمات الرب يسوع، يسمينا العبيد الساهرين لكيما نكون مستعدين ليوم المجازات الأخيرة، المجيء الثاني للمسيح. لكن بعض الناس ربما اعتادوا في حياتهم على السلوك بحسب أهواء العالم، وما يعتبرون هالحوادث اللي نمر بيها كل كم سنة إلا مجرد جرس يذكرهم بوجوب التوقف عن ممارسات معينة والتراجع، ومن ثم النسيان والعودة من جديد إلى نفس الوضعية. بعض الناس يقولون لازم تتوقف هذه الحفلات، لازم هذا الأسلوب من الرقص وغيره لازم ينتهي. لا حبيبي، ما راح ينتهي أي شيء ولا راح يتغير أي شيء، لأنه العالم له أسلوب، وللأسف كل المسيحيين انخرطوا بأسلوب العالم.
ما اتخذوا من كلام الرب سبيل لخلاصهم، إنما اتخذوا من أسلوب العالم سبيل لفرح زائل وفاني، الفرح الذي لا يعطي رجاء. كل السلام وكل الرجاء وكل الفرح وكل الأمور التي يعكسها هذا العالم بالنهاية تعطينا الحسرة والحزن والموت واللا رجاء. أما كان ينقصنا قلة المحبة التي فينا، أصبحنا قليلي الاحترام لوجودنا وإيماننا. للأسف الشديد التغيير يبدأ من الداخل. مهما كانت قوة الشر الموجعة والمؤلمة لنا لن تغير من أطباعنا وسلوكياتنا، تؤثر أيضا على إيماننا، نعم، وتؤثر بشكل سلبي. علينا أن نبدأ بالتغيير من خلال كلمات الرب يسوع المنبهة لنا بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا. اللي ما يمشي حسب أهواء العالم في هذه الأيام أحبائي نطلق عليه عبارات مهينة مسيئة، هذا اتركوه، هذا معقد، هذا ما يعرف يتونس، هذا ما يعرف يفرح. نخلي مصيرنا بإيد إنسان جشع طماع يحصرنا في قاعات صغيرة آلاف الأشخاص، وما نريد تتكرر هالحوادث، لا راح تتكرر، وما حد من الناس بريء من هالذنب. كلتنا مرينا بهالأسلوب من الحفلات، وين ما نروح يشعلون هالألعاب النارية، نشتم ريحتها ونختنق، لكن ما حد يعترض. كلتنا ننزعج من الأصوات الصاخبة اللي تكون في داخل القاعة، ننطرش، القدامي قاعد ما أسمع صوته وما حد يعترض، وانعزم ثاني يوم وأروح. ده أدي الواجب. هذا أي واجب؟ هذا جنون، هذا ضياع، ونريد الغريب ما يحكي علينا. بعد كم يوم جنود الشيطان راح تتهجم على أهلنا، وأي مجال للدفاع عن نفسنا ما راح يكون لنا، لأنه إحنا انطينا الحق لهم أن يتهمونا بأي اتهام، يلصقون أي تهمة علينا الآن. ليش؟ لأنه أسلوب حياتنا ما يتماشى مع إيماننا، هذا هو ذنبنا. ارجع إلى ربك أيها الشعب، خلونا نرجع إلى إيماننا، خلونا نفهم كلام ربنا عندما قال حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. ما هذا الشيء لازم نفتخر فيه، لأنه بالنهاية يقول من أجل اسمه. أما من أجل مجد العالم لا، ما هو فخر. هالمظاهر اللي كلها انخدعنا بيها هي خداعة فقط وغير بناءة، لا لذواتنا وأجسادنا ولا لأنفسنا وأرواحنا، بالعكس تهدم وما تبني. لكن الذي يثبت إلى المنتهى فذلك يخلص. وين إحنا من هذا الإيمان المؤسس على تسليم النفس كأمانة لربنا؟ عندما نشرب ونلبس ونتهاون في تصرفاتنا، هذا مو محافظة على أجسادنا. أجسادنا مقدسة، هياكل للروح القدس. كيف نسيء إلى نفسنا؟ كل امرأة، كل فتاة، كل رجل مسيحي مطالبين بحفظ الأمانة لأجسادهم وأنفسهم، وإلا ما راح نستحق أن ندعى مسيحيين. ما نحن اللي كنا البذرة اللي تموت وتنبت وتعطي ثمار كثيرة في هذا العالم؟ ما كنا نحن نتبع النور اللي خلفه المسيح وكنا نحن نور العالم؟ ما كنا نحن الخميرة القليلة اللي تنعجن وتخمر عجينة كبيرة؟ لا، نحن صرنا الملح الذي فسد، فإذا فسد الملح فبأي ملح يملح؟ يلقى خارجا ويداس من الناس، وانداسوا ناسنا بأبشع صورة. معظم الناس اللي ماتوا اختناقا وماتوا بالتزاحم والتدافع. بعض الأخبار تقول
دفنوا أشخاص لم يمسهم النار. من يتحمل هذا الذنب؟ المسكين، الشهيد، وأبو القاعة، وكل إنسان ساهم في إحراق وتقدمة هذه المحرقة من أجل اسم العالم ومجده. نعم، بأسف شديد أتحدث بهذا الأسلوب، لكن علينا كلنا أن نراجع ذواتنا أحبائي كي ما لا تتكرر هذه المحنة من جديد. كل يوم أعوان الشر يعلمون درس قاسي. هذه المصيبة أمام أزمة داعش لا شيء. تتذكرون كنيسة سيدة النجاة كيف كان المنظر موجع، وكيف أثرت على أسلوب الحياة في تلك المدينة اللي إلى اليوم مفجوعة. هل تريدون هذا الشيء يتكرر في باقي الأماكن؟ علينا أن نصلي إلى ربنا ونرجع له وننادي باسمه ونسبح اسمه القدوس حتى يترحم علينا ويبعد عنا كل المخاطر. لكن علينا بالتغيير. قال لي أحد الإخوة: أبونا تجسد كلام ربنا بطريقة عجيبة عندما كان يقرأ قبل أيام في الحادثة اللي تجي في إنجيل متى 24-14. يقول: ألم يقل ربنا يكون 2 في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر؟ قلت له: نعم، 2 إخوة قاعدين بنفس الطاولة، واحد طلع وواحد مات. قال: ألم يقل 2 تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى؟ نعم، خوات على نفس الطاولة، وحدة تروح تقضي مشوار ترجع ما تشوف أختها. هذا تجسيد حرفي لبعض مجريات الأمور اللي تصير في حياتنا، لكن اللي أقصده هو أن ننتبه إلى الاستعداد الكامل لتسليم الأمانة، نكون حاضرين حتى نستحق الطوبة اللي قالت: طوبى للعبيد الذين يكونون مستعدين متى ما جاء سيدهم وجدهم مستيقظين. نسهر على ذواتنا ونحافظ على إيماننا. آمين. ناخذ بركة صلاة الاستغفار ومن ثم المناولة. آلها طاوى أملي رخمة، آلها طاوى أملي رخمة، دع الكل شبخته لطيبوثة ومرخمانوثة، مشبخ يا مارخ ناند والسيموت تخبخ على الريقواثخ وخدمياثخ، مشخلب لي بصورة خاثة مدر الخيدة ياووثا، ومخدث قاوي الرفق قديشة بيش ختيم اليوم تبرقانا، مصافي لهم بخنانخ من كل طمؤوثة بسرة ودروخة، مقوي صورة هيمانوثي بهيرت الطيبوثخ، وطارس دريات الدوباري برخات الزديقوثة، هلن بوسامة عم قديش بملكوثخ، بمقويت تصورد هيمانوثي تسيمة بنية، وبوسام درازخ مخسيانة، مقويلن بهيرت درخمخ دنطرق وقدانخ، ومكملي ريزايخ، قد مودي وسغدي ومشبخل شمخ قديشة ماركول، بابا وبرونا وروخة قدشة العالمين. آمين. طيبوثة دروخة قدشة تهوي عماخ وعمان وعم ناس وملكوتة دشمية العالمين. آمين. دشمية شباخ لا لا
مووثا طيبوث مخيانا مارني شوم شيخا تشتمل برخمي عم كلان فغرب مارني شوم شيخا كوسيد خوض شوق عند اخطاء يعني فغرب مارني شوم شيخا كوسيد خوض شوق عند اخطاء فغرب مارني شوم شيخا كوسيد خوض شوق عند اخطاء فغرب مارني شوم شيخا كوسيد خوض شوق عند اخطاء فغرب مارني